ودلوقتي احنا في الطريق رايحين للقمان وابراهيم حسن، هنقابلهم هناك ونقعد معهم شويه في كافي شوب عشان خاطر بقالي كتير جدا جدا ما شفتهمش ووحشوني جدا جدا جدا. الجو بقى جميل جدا هنا. كان برد وبتاع. اي نعم انا لابس جاكيت دلوقتي بس يعني ايه انا لابسه جاست ان كيس. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الركنة هنا كانت صعبة. الفيو رائع جدا جدا ورايا لو انتوا واخدين بالكم. المنطقة اللي انا فيها دي من اقدم المناطق في ولاية مينيسوتا كلها. لقمان قال لي كده يعني. شايف الارض عاملة ازاي تحتية؟ مرصوفة. داخلين على لقمان دلوقتي في الكافي شوب، وكمان حتى الكافي شوب اللي بيتكلم عليه من اقدم الكافي شوبس اللي موجودة هنا. نعبر الطريق. كافي شوب ولقينا لقمان موجود اهو. الحمد لله. السلام عليكم. عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ خلاص احتمال ابدا بلوجز تاني ماشي؟ خلاص. احمد ترى اغلب الشغله يعني معظم الناس يتصرفون تصرف عكسي، فلما تقول له اعمل شيء مش هيعمل. فعلا. لما تقول مثلا اعمل لك مش هيعمل. ما تعملش لايك، ما تعملش شيء. انا بقول لك اهو. عم وصل ابراهيم فخلتهم تصير ترجم لاي شخص حول العالم يختار، سواء كان مهاجر او كان لاجئ. السلام عليكم. الاب نفسه اي ميس يو طالعين لايف دلوقتي على الفيسبوك انا ولقمان وابراهيم. طبعا هم ايه مشغولين دلوقتي بيصوروا يعني ايا كان يكون باللفظ بكلمه بشكل معين، لكن اتوقع انه اذا انت تربيت في بيئه او في منطقه انه جدي ضد العنصريه او ضد النظام ما يسمح لك، مع الوقت حتحس انك انت بعيد عن العنصريه. انا احس انه في نسبه متفاوته وفي ناس طبعا ما تقدر تقول امريكا وفيها، بس بشكل عام النظام لا يدعم. الفكره في حته ايه؟ ان الفيسبوك لايف واضح خير، بمعنى الناس دي بتاعت الفيديوهات دي كانت متعوده انها تروح جايبه سكريبت معين حطها قدامها وتبدا انها تصور مثلا تاخدها قطعه ويقطعوا بقى الفيديو في كده وبتاع، فما عندهمش فكره كامله، ما عندهمش علم كافي. عندي حضور ما عندهمش علم كافي، ما عندوش قاعده معلوماتيه كبيره في دماغه ان هو يبدا ان هو يسهب ويطلع افكار وكده. طيب يطلع لايف ليه؟ ما بيعرفش يخش تلاقيه طالع في اللايف مش عارف يتعود يقرا، مش عارف هو مش عارف يتصرف. يعني كمان حته ايه؟ التلقائيه. في ناس بتخش اللايف زي ما قال لقمان بتتصنع، بتحاول انها تتصنع تبقى بيرفكت. لا انت مش احنا ما فيش حد فينا كامل عشان يبقى بيرفكت، فانت تطلع براحتك. انا انت طبعا حتى اقول لك على حاجه، انا في ناس كتير بتشتكي من حته العصبيه بتاعتي في اللايف بس والله العظيم في ناس مدمنه العصبيه بتحب تقول لي احنا بنتكيف لما بنشوفك طالع فيديو نايس لسه ويجاوب بنتكيف لما بنشوفك كده تتعصب على حد او ده. لان هو العصبيه بتاعتي مش عصبيه، في ناس العصبيه بتاعتها وحشه، لو عصبي فبيقل ادبه وبيبقى وحش وبتاع. لا انا العصبيه بتاعتي مضحكه. بدايه الفيديو ذاك اللي صورته حطيته على البروفايل. براحتي اديك متضايق عليك سويتها ليه؟ مش هتاخد يبقى براحتي. حتى احمد سالم كانت عنده المشكله هذه كثير، اغلب شباب احمد سالم حسام هيكل بشوف تعليقاتهم انه احمد سالم على فكره هدي. يعني في الاول عصر دلوقتي هدي. ردود الناس وتعليقهم عليه كان جد ياثر عليه، يطلع كل كامل. حتى انت مره يعني يمكن شوي بس حسيت احمد سالم مره، حتى حسام هيكل يتاثر مره ابدا. انا كنت انا لدرجه على فكره احمد سالم اكتر واحد يقفل الكومنتس عنده،
خليها للاصدقاء فقط. اي ما انا اقول لك شوف، أكتر واحد. اول حاجه انا سبحان الله اول شيء سبحان الله يعني انت حاط فيديو، شوف سبحان الله انت مستحيل تستهدف كل الناس، مستحيل تعجب كل الناس. يعني حطها قاعده في بالي، قاعده في بالي دام اللي انا قاعد احط لا يعني ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يرضي الرسول ولا في شيء حرام او غير كذا، انا ما لي علاقه اذا الشيء هذا عجبك ولا ما عجبك. مش كل الناس تحبه، مش ال 50,000 ولا 10 ولا 100 ولا المليون اللي معاك. لدرجه ان انا كنت بتضايق من الانجري فيسز اللي على الرياكشن بتاعت الفيديو. انت ترد على مين؟ ترد على مين اللي فيك رد حلو. صح. ده اللي يستاهل. أنا الناس دي مقصر معاها. انت تقول له ثانك يو ثانك يو ثانك يو. والله أو اللي انا يعطيك مقصر معاها جدا. الاقي مثلا واحد كاتب جداً. كومنت مستفز اروح ارد عليه واتجاهل الناس اللي بتكتب كومنتس كويسه. الناس اللي بتكتب كومنتس كويسه دي المفروض ان انا ارد عليهم واشكرهم. هذا اكثر شخص يستحق ان انت اللي هو لما شخص يكتب كومنتس ترى مش كاتب الكومنت لاحمد ولا للشخص، لا الناس اللي حتشوف هو كاتب لهم. بعض الناس يحملون الحركه هذه يعني جلب اضواء مثلا. بالضبط. فالافضل انك انت تتجاهل. في فئات عمريه مختلفه، يعني مثلا كل واحد كان اكبر منك كل يشوف الشيء اللي تقدمه. لا انت عارف اكتر فئه اتخضيت لما عرفت ان في منهم كتير متابعين مين؟ في متابعين شباب بنات وولاد ماشي، امهاتهم قررت تتابعني. ده فوق دماغي، وفي نفس الوقت مسؤوليه كبيره، لان الام من دول عارفه ان ابنها او بنتها بيتابعني، فانا المحتوى بتاعي لو كان كويس بنسبه 90% انا لازم اخليه كويس بنسبه 100%. لازم ما ينفعش ان انا انشر حاجه تجرح حياه او تجرح مثلا شعور المجتمع كله. تمام. طبعا انا في فتره من الفترات كنت بهزر واعمل بوست مثلا هزار شبابي وكده. انا لازم اراعي دلوقتي بقى من هنا ورايح. انا نعم انا هبقى تلقائي زي ما انا، بس لازم اراعي ان في فئه معينه بتشوفني، الفئه دي رقيبه على فئه تاني. يعني الاباء والامهات بتاعت الشباب دول يعني انت الحين انا اعطيك لدرجه ان في واحد من سوهاج، انا الواد ده انا بحبه جدا، بيقول لي انا في مره كنت بتفرج على فيديو اسمه احمد عز الدين. المهم بيقول لي انا مره كنت بتفرج على الفيديو بيقول لي انا مره كنت بتفرج على الفيديو لايف بتاعك، انت كنت طالع لايف وكانت قاعده معايا في الاوضه اللي انا كنت قاعد فيها امي قاعده قصادي وكانت بتتفرج على نفس الفيديو اللايف اللي انا بتفرج فيه، وانا بقول لها بتتفرج على كده الحته دي قالها لي. عايز اقول لك فرحت فرحه كبيره جدا، بس في نفس الوقت حسيت بمسؤوليه شديده. يعني كمثال مثلا انت بديت تشوف ورا تقول ايش الفيديو ايه انطباع يعني احمد مثلا بيحب يتفرج عليا، ايه انطباع والده احمد لما تشوف احمد طالع مثلا في فيديو وشتم حد او مثلا اتكلم كلام لا يليق؟ مسؤوليه. ابنها على طول ابنها هتقول ابني بيتفرج على الحاجات دي، احمد بشتمته دي او مثلا باسلوبه السيء او مثلا بالمحتوى السيء اللي بيقدمه بيأثر على ابني، فلا انا مش هتحمل حاجه صراحه زي كده. كمان انت ما شاء الله فيك ميزه سبحان الله فيك صراحه، حتى لما بتغلط تقول انا غلط يعني. ايوه انت لما تعصب ولا تسوي شيء تقول لا غلط، هذا طبيعي كذا. وعندك اصلا محتوى ما شاء الله قوي انت قاعد بالنسبه للغه وبالنسبه للحياه وبالنسبه لذات اللغه، يعني انت مركز على موضوع اللغه. في فئه معينه لاحظتها الفتره الاخيره عند احمد، لاحظت مثلا فرض احمد يبغى يضحك مثلا لما يتكلم عن موقف حصل له. لا اي موقف حصل له مثلا او طرفه مثلا، يدخل له شخص يقول انا متابعك في اللغه الانجليزيه، ليش تتكلم عن الشيء هذا؟ حد مثلا يجي يقول لي احنا استفدنا ايه؟ يعني مثلا فيديو عامله بتاع السوشي يقول لي انا استفدت ايه من الفيديو ده؟ واحد دخل ماشي قال لي انت تافه، دخل على اليوتيوب عندي وقال لي انت انسان تافه. فالمهم قلت له ايه؟ قلت له ربنا يسامحك، حكمت عليا من فيديو واحد، والله كتبت رديت عليه كده قلت له ربنا يسامحك، حكمت عليا من فيديو واحد، طب خش خد لك لفه في الفيديوهات الثانيه وانا بعتذر ليك لو الفيديو ده دخل خد لفه في الفيديوهات الثانيه، رجع اعتذر وقال لي انا اسف بس يعني حلو. شوف سبحان الله رجل حلو كمان. هو لقى نفسه اتسرع، لقى نفسه حكم عليا من فيديو واحد، طب ده اشيله فوق دماغي ان هو رجع واعتذر ماشي. لكن في ناس تاني تكون اتفرجت على 275 فيديو هادف ودخلت شافت فيديو غير هادف، شافت فيديو بهزر انا انسان يا عم بهزر زي اي حد
ماشي، دخل يعلق لي مشانق، دخل يقول لي احنا استفدنا ايه؟ انت ايه اللي انت ده كذا كذا. يا عم انت ما اشتريتنيش، انت ما اشتريتنيش. يعني اولا انت ما اشتريتنيش، ثانيا انا بحاول بقدر الامكان اقدم محتوى هادف. سهله ترى، قول له يا عمي اعمل ديسلايك انفولو ده. لا بقى اللي يضايقك الحته دي، اللي يضايقك ان واحد زي ده يعمل كومنت يقول لك انا استفدت ايه وبتاع، وهو شاف فيديوهات هادفه كتير وما شيرش فيديو واحد ولا قال انا مش عايز شكرا، انا عايزك لو لقيت فيديو كويس يعني بص، انا عايزك لو لقيت فيديو كويس، فيديو هادف، تشيره لاصحابك يمكن يستفيدوا بيه. لكن تخش على الفيديو الغير هادف الوحيد من دون الفيديوهات الهادفه وتخش تعكنن عليا وعلى اللي جابوني، لا يعني حاجه تضايق بجد يعني. خصوصا لما يكون جديد، يعني ما يعرف. مثلا شاف شخص مسوي شيء، دفع الفضول يدخل صفحتك، خلانا فرض 10 دقيقة في الصفحة وحكم على طول، قال شافك فيديو واحد ما تابع. لا وفي ناس يمكن فترة قد ما تكون انت مركز في المحتوى اكثر، قد ما تلقى يعني ردود جيدة او ردود فعل. هو كله يعتمد على نفسه، انت ايش قاعد تطلع. انا مرة سألت احمد قلت له كيف تتعامل مع الناس اللي ردودها جدا سلبية؟ قال انا اول ايام كنت طيب وارد على كل شخص. إيه لما وصلت بعد فتره اني خلاص اشوف اقرا مع السلامه. لما قل انا كنت اشوف قبل فيديو عاملينه مشاهير اليوتيوب في السعوديه، عاملين كلهم قاعدين مع بعض. كان برنامج حلو حقين كوميدي واحد، عندهم ناس من كاس 10 يجمعون دردشون، كانوا يتكلموا يقولوا هل انتم تقرون الكومنت؟ هم مشاهير اليوتيوب عندهم بروفايل يقولوا انتم تتابعون مثلا هل تقرا الكومنت؟ فواحد قال انا اقرا الكومنت ياثر علي درجه المعي الفرج. مرات يقول اكتب رد طويل عشان ارد على الشخص عشان افرغ اللي جواتي بعدين امسح. واحد ثاني قال انا الرد هذا السيء يعطيني طاقه اني انا اركز احسن، ما يعني ما احس. واحد قال لي هذا اللي عجبني قال انا وصلت لمرحله يقول لك اول شيء يقول لك لا تقرا اذا انت نفسيا مجهز ما تقراش كومنت بشكل عام. انشر فيديو ما تقراش كومنت، يقول لك لا تقرا كومنت اصلا، انشر فيديو وشوف علوم الناس ومشي سريع. يعني مشي سريع اذا انت حاول ترد على بعض الناس. اذا انا مرضت وصلت لحد ما تحس ان انت جاهز ان انت تستقبل النقد. وغير كذا انت لما توصل لمرحله ان انت كف انا قام انت بنفسك، هذا ما له علاقه بغرورك. الحمد لله انت عارف قدراتك، عارف ايش قاعد تقدم، عارف ان ردود الفعل الناس. وصلت مرحله ان انتم نجاح يصير انت عندك انت جدار كبير من الثقه. لو توصل المرحله هذه يمكن تقرا كومنت واحد يسبك انا قاعد اتعامل مع الوفات ناس عندي مثلا نص مليون متابع وكل الناس بعدين عارفين شغل الناس تدور موعد عشان تقعد معي تيجي تقول تابع عرفت كيف يا عمي انه اذا ميسي افضل لاعب في العالم عقده يوصل كم 120 مليون او كريستيانو رونالدو يجي واحد يقول تعال نعرف واحد طفلان واحد ما عنده شيء يقول تعال لما كل سنه واحد يقول انت ما تدخل ايش يرجع انا بقى بحب اتخذ مثال غير كده خالص. لما اختلفوا على سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا ساحر هذا شاعر، اختلفوا عليه هو قال لك اتهموه بالسحر والجنون وما صاحبكم مجنون، تمام؟ يعني اتهموه بالسحر وبالجنون وبان هو شاعر وكذا وكذا. يعني هم اختلفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيتفقوا علي انا؟ اختلفوا على الله عز وجل. انا مين؟ لا على مين؟ اختلفوا على رب العالمين. في ناس ما تعبد ما عنده اله، ما عنده رب، اختلفوا على الله مش من بدايه الخلق. بس ايش اللي يصير لما توصل انت مرحله من الثقه هذه ردة فعلك تختلف. انت كنت لسه جديد متهور، انا كنت متهور جدا في الاول فايش، لكن لما توصل للمرحله دي ردودك تختلف. يمكن واحد ترد عليه زي رد هذا الفيلم الجميل رديته قلت له شكرا لان انت وصلت لمرحله انه انت واضح عندك بدايات خفيفه، او ممكن واحد يسيء لك ترد عليه بطريقه مختلفه تقول عليه عليه شكرا ممكن ترد عليه. فانا اقول لك ردك للناس حيختلف لانه صار عندك خبره اكثر في المجال اللي انت